السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. إن شاء الله لنهار اليوم عباءة من عباءة كبيرة نرجعوها لعباءة صغيرة. كيما شفتوا راهم غاليين، كاين مرات اللي يمشوا للحج والعمرة تيجيبوا لنا بزاف من هذا النوع. هذا النوع تصغريه ويجي ما شاء الله للأطفال. شوفوا هنايا أنا راني كاع حلتها، يعني فركتها كاع. هنايا تفصلي الجهة الأمامية وحدها والجهة الخلفية وحدها. شوفوا أنا هناني مدخله هنا القماش. دوك نفهمكم. أنا هنايا تبقي تعبري نتيا، شوفي كيما هذه أنني باغا نستحفظ على هذا الديسان تاع هابطي كي تولي 8 سنتيم تماك تتني القماش، تعاودي في فتحة الرقبة ثاني تدي فقط 7 سنتيم حتى 7 ونص. العرض الكتف تدي 20 سنتيم، ومن بعد دوران الصدر شوفوا هنايا كل وحده دير المقاسات تاعها تجيك غايه. هبطة الإبط تدي 18 سنتيم. من بعد دوران الصدر شوفوا انا كيفاش راني نحسب، هنا راني نصور بيد ونشد بيد دي 22 سنتيم. وهنا من الافضل كل وحده دير القياسات تاع ولدها. من بعد تدي الطول الكلي تاع ولدك ثاني وتعبريه هنايا كل وحده والطول تاع ولدها. كيما انا هنايا شوفوا غادي ندي 114 سنتيم. من بعد هنايا شوفوا تمشي من حردة الإبط تمشي بخط مستقيم نيشان لتحتها، ومن بعد من تحت تزيدي 8 سنتيم. باش هنايا كيما شفتوا حنايا تزيدي 8 سنتيم، تعلمي تماك 8 سنتيم وترجعي تربطي حردة الإبط مع هذيك 8 سنتيم، حيت العباءة شفتوا تاع الرجال ماشي كيما تاع النساء ما تجيناش ايفازي. ومن بعد تربطيها من تماك وتخرجي لهذيك 8 سنتيم اللي زدتيها تماك غادي يطيح لك النيشان. هذه بالنسبة للأعمار كاع تاع الأولاد. وهنايا من بعد علمي انتي الطول الكلي نتاعك، وعادي هنا تمشي في الخياطة. هنا من بعد عندنا الكتفين تاني كيما هما، شوفوا كيما هما هنا نتنيتهم على 2. اذا تخاتش هنايا ماهوش قماش كيما نقولوا حنا جديد وواقف، لازم تفصلي بالوحده. ومن بعد تاني الرقبه الخلفيه تاني كيما درنا في هذيك ديري في ديك، وتحطي الكتف هذيك حردة الابط وترسمي لك هنايا المونش نتاعك. هذه هي بالنسبه لي تفصيل طريقه الخياطه. عادي تركبي الاكمام مع بعضهم والكتفين مع بعضهم وتخيطي الجانبين. اذا بغيتي تزيدي الجيب تاني زيدي. هذه عباءه ثانيه تاني هذه راني خدمتها هنا تاني كانت ماهي جايته تاني حطيت نفس المقاس على هاد العباءه. من بعد واش درت كي كملت هذه رجعت فصلت الجهه الخلفيه، حيت كيما قلت لكم القماش راه عندنا كيما نقولوا حنايا مغسول ومعاود. يعني نديرها على 4 كيما كان الجهه الاماميه مع الخلفيه، تخافي هنايا يجيك جهه هاربه على جهه. بصح انتي فصلي الامام وحده وفصلي الخلف وحده راح تجيك اقسم بالله غير لا تجي ما شاء الله خرجت عليه ما شاء الله. ومن بعد عادي خياطه عادي ومن بعد تفوتي عليها بالسورجي. شوفوا البنات هنا بعد ما راني كملتها ها هي وينه الرقبه جاتني نيشان كيما قلت لكم. كي تتنيها من دي غير 7 سنتيم وبقي منا طلعي حتى تجيك عند 8 سنتيم تماك وين تحبسي. هذه هي شوفوا هذه كانت 58 رجعتها لطفل بعمر 8 سنوات. هنايا انا هذا كل شيء هذا نتاعها انا ما خربتش. هنا الجيب رجعت صغرته شويه ورجعته لبلاصته. الجيوب تاني هنايا الجيوب تاني ها همينا تاني رجعتهم تاني لبلاصتهم تاني غير انا صغرتهم. ها هنا درت جيب منا والجيب هذا تاني الجيب هذا منا. وحكمي دائما بلي زيبانكل باش يجوك متساويين. هنايا شوفوا كيما الطول هذا شوفوا تحكمي منا من حردة الابط تهودي نيشان تهودي هكا بخط مستقيم. كي تهودي خاطش هذه ما نديروهاش ايفازي تاع الرجال ما تجيش ايفازي. نزيدوها ولا نزيدو 8 سنتيم. هذا ما كنزيدي 8 سنتيم وتعلمي النقطه هنايا ومن بعد ترجعي من هنا تخرجيها لهذيك النقطه اللي درتيها، حيت تاع الرجال ما يجوش ايفازي بزاف. زيدي فقط 8 سنتيم كيما راني انا هنا كنت زايده. هنايا تاني بالنسبه لي مونش تاوعها غير تاوعها هاومينا رجعتهم ليها. انا دائما كما شفتوا فيني الخدمه نتاعي بالسوجي وخياطه مرتين. هنا تاني ها هوينا هذا تاني مونش زوج غير تاعه ورديته ليها. ها هي تم الخلف كاع ها هي وين. انا كيما هكا راني خدمت 2 كانوا عند الزوج تاعي 2 ما يلبسهمش رجعتهم هنا للولد تاعي. هنايا كاع ما تخربيش هنا تخليها فيها بصوالحها. كاين موديلات اخرين هذوك تاع اللي تقلعي الكول وتركبيه. هذوك اخرين كي يكون عندك الكول داير كيما هادو
هذه تاني انا راني معاودتها كيما هذه. كيكون عندنا الكول داير هنا، لا هنا يليق لك تحليه كاع الكول، تحليه وتعاودي تصغريه وتعاودي تركبيه كيما درت هنا. تاني درت هنايا هذه كانت فيها فيرميتير تاني رجعتها، كان فيها هذا الديسان تاعها رجعته، بصح الكول هنايا صغرته. الكول هنا لازم تصغري حيت الولد يجي الرقبه تاعو تجي صغيره على الكبير. ترجعي هذه بالنسبه لولدي الثاني، هذه بعمر 4 سنوات. ثاني هذه عاودتها بنفس الطريقه. ثاني هذه كانوا فيها لي مونش طوال، ها هما لي مونش تاعهم طوال، ثاني رجعتهم غير هما. هذه هي بالنسبه للفكره كيفاش تصغري العبايه من كبيره لصغيره، وصراحه تخرج ما شاء الله. الى هنا اترككم في رعايه الله وحفظه. اذا عجبكم هذا المحتوى ارجو منكم الدعم والاشتراك والاعجاب، ومع الف سلامه.